المهدية كانت العاصمة الأولى للفاطميين في إفريقيا. الفاطميون أسسوا المهدية. ينحدر الفاطميون من سلالة إسماعيل بن جعفر الصادق بن الحسين بن علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ست الدولة الفاطمية سنة 296 على يد عبيد الله المهدي الذي تولى الخلافة ومسك بأمور الحكم. استقر الفاطميون أولا بمدينة رقادة، وبعد بناء مدينة المهدية سنة 303 بأمر من الخليفة أصبحت دار خلافته، وكان هذا التحول وليد الخلاف الذي كان بين الفاطميين وأهل السنة المتمسكون بإتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. الموقع اختير لسهولة الدفاع عنه على ساحل البحر. صممت المهدية بفن معماري متطور لم تشهده المنطقة. كان للخليفة الفاطمي قصور وأسوار لحماية المدينة. المهدية أصبحت مركزا للتجارة والدين والعلم. المدينة جذبت الزوار والتجار من مختلف الأنحاء. تواجدت مساجد ومدارس علمية تعنى بالدين والعلوم. نفوذ الفاطميين توسع بفضل مركزهم في المهدية. القرصنة كانت مشكلة شائعة، والمهدي حمت سواحلها. المدينة استمرت بالتطور رغم التحديات الداخلية والخارجية. بالقرنين اللاحقين تراجعت أهمية المهدية تدريجيا. المهدية اليوم موقع تاريخي يجذب السياح والباحثين. الأسوار والآثار الباقية تشهد على عظمتها السابقة. تعلم الأجيال الحديثة الدروس التاريخية من حكايات المهدية.